سنعلم من الذي استقر عليه الرأي في الترشيح عموم الناس، ثم نتشاور مع كل القوى السياسية وقد نختار شخصية نقف وراءها من الموجودين حاليا أو من غيرهم إذا كان هناك مرشحين آخرين. هذا أمر لم يبحث بعد وليس هذا وقته. بس هتعرفوا ازاي حضرتك؟ يعني بتقول هشوف عموم الناس عايزة ايه؟ لا، عندنا الحمد لله يعني اخواننا منتشرين في كل بقاع الجمهورية، وحتى لنا شريحة في للإخوان الموجودين في الخارج. هذه الآراء كلها لنا فيها شريحة ممثلة تماما لقطاعات الشعب المصري، وأيضا زي ما عملنا في مجلس الشعب والجلسة الإجرائية اللي كنا نحب جدا أن الشعب المصري يراها أمس، أن في توافق طيب على هذا المستقبل. لذلك سيكون هناك توافق أيضا، نجلس مع بعض ونفكر ويعني نضع القواعد العادلة التي لا تحابي أحدا. ما هي مواصفات رئيس مصر المنتظر؟ لابد أن نضعها جميعا زي ما عملنا بالضبط. ما هو النائب المحترم الذي نحب أن يمثل شعب مصر، ونضع له مواصفات بقواعد عادلة لا تحابي أحدا ولا تظلم أحدا. هذا أمر حريصون نحن عليه، وفي كل مرة في التطبيق بنعمل كده الحمد لله. بس هتعلنوا بوضوح دعمكم لهذا المرشح بالاسم؟ إن شاء الله إن شاء الله. هتقولوا الإخوان المسلمون يقفون خلف فلان إن شاء الله. فلان ده مين؟ نحن وكل القوى السياسية. لا لسه يعني حقيقة وأصدقك. بس بين قوسين أنتم تقولون مع إلا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لأنه واضح أن هناك عقاب يتعلق بالالتزام داخل الجماعة. أرجو أن يكون كلامي فيه واضح. أني أنا قلت شخصيا أني لن أعطيه صوتي لأنه هو شخصية محترمة ونقدرها، ولكن هذا واجب عندما يخالف قرار اتفقنا عليه معه أن نرفض هذه المخالفة التزاما بمبدأ وقاعدة. هذا الأمر في التنافس. نحن الآن نقول نحن لن نختار واحد من الإخوان المسلمين ولن ندعم، وكنت أتمنى أن لا يترشح أحد في تيار إسلامي، يعني محسوب على تيار إسلامي مش مسلم ولا. ليه فضلت؟ ليه؟ لأن حرصا على مصلحة مصر التي الآن يعني تحت المجهر. لو تقدم واحد من هذا الصنف بالذات الآن مشكلة في استهداف مصر فيما ينتظر لها في المستقبل. تقصد استهداف خارجي ودولي؟ نعم كما حدث مع حماس بالضبط. والآن الحمد لله المشهد بيعود مرة أخرى ليحقق ما قلناه نحن: رئيس توافقي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب جديد لرئيس جمهورية، رئيس دولة، وهناك انتخاب أيضا لرئيس وزراء جديد ليس لا من حماس ولا من فتح، شخصية توافقية. والآن يعلن كل الكتلتين أن كل واحد منهم يريد أن يترك موقعه كرئيس وزراء، وأن يتم انتخاب جديد لرئيس دولة متفق عليه تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي تجمع الآن كل فصائل الفلسطينيين. وهذا مشهد يؤكد ما قررناه نحن في مصر هنا، أن المصلحة تقتضي الآن أن يكون شخصية وطنية توافقية ذات قيم طبعا ومبادئ. ليست من التيار الإسلامي. لا أقول ليست محسوبة على هذا التيار الإسلامي، لأنه الآن يعني يستهدف وتستهدف مصر من ورائه ليفشل هذا المشروع. طب يمكن أن يستهدفوا أيضا من خلال التيار الإسلامي إذا حصل على أغلبية نيابية؟ ده في رأيي أخطر يعني. لا، أنا أعتقد أن تعاملهم الآن بشكل واضح مع هذه الأغلبية النيابية، لأنه البرلمان ليس جهة واحدة. البرلمان الآن توافقي بقرارات يضعها البرلمان ككل، لا يستأثر بها فريق الآن أبدا. ومعنى ذلك أيضا أنكم تفضلون النظام الرئاسي يعني؟ لا، أنا كما قلت أفهم ذلك من كلام. النظام المختلط الآن أنسب لمصر، لكن في مرحلة مختلط ما بين الرئاسي والبرلماني زي نموذج فرنسا، لكن البرلماني مستهدف فيما بعد عندما يتم نضج التجربة البرلمانية والديمقراطية. طيب، لكن هل أخطأتم حينما صارع البعض وقال إنه من حقنا ما دمنا قد حصلنا على الأغلبية النيابية أن نشكل الحكومة، ثم تراجع الإخوان المسلمون بعد ذلك وقالوا إنه يعني لا نتشبه بهذا المطلب؟ يعني هل تريدون تشكيل الحكومة؟ أنا أحب أن أقول نرجو أن يعني لا يتصيد لنا أحد كلمات مخالفة للكلمات الرسمية التي أعلناها. نحن أعلنا رئيس توافقي، وزارة توافقية،
لابد أن يحدث هذا، ممثلة لكل من تم اختياره من الشعب المصري. هذه قضية زي البرلمان بالظبط، ما بنختاره الآن وبنضع له قواعد. الاستئثار بأي سلطة من هذه السلطات شيء عفى عليه الزمن خلاص. لن يتحدث أحد الآن نيابة عن شعب مصر. شعب مصر بكل مكوناته يمثل، فوزارة ائتلافية أيضا هي التي نتمنى أن تحدث، وسيكون لنا هذا الأداء، وأعتقد أن احنا أوفياء بهذا الوعد مع شعبنا إن شاء الله.